أنا شايف بنعمة ربنا أيام جاية، أيام كلها بركة، وقد يكون البركة يعني هيكون قبل منها عصرة كده، يعني تعصر شوية ورد كده عشان تطلع أسانس منهم، فيضرب الرب مصر ضاربا فشافيا، مش مهم. لكن هيجي مثلا يقول في الكلام الجميل الحلو اللي لسه ما شفناهوش لكن بنقراه بيقول في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى أشور. هل يا ترى حصل في التاريخ سكة من مصر لأشور؟ والسكة دي إيه؟ فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى أشور ويعبد المصريون مع الأشوريين. يعني هو قبل كده قال يضرب الرب مصر ضاربا فشافيا فيرجعون إلى الرب. يرجعون إلى الرب يعني مصر تبقى إيه؟ في نهضة مسيحي. مصر تبقى إيه؟ مسيحي. أشور هتيجي لمصر ومصر هتروح يعبد الأشوريون مع المصريين عبادة إيه؟ مسيحي. يبقى مصر هتبقى مسيحية وأشور هتبقى مسيحي لسه برضه. فبيقول في ذلك اليوم يكون إسرائيل ثلثا لمصر ولأشور بركة في الرب في الأرض. بها يبارك رب الجنود قائلا مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميراثي إسرائيل. الثلاثة دول هيبقوا ثلاثي مؤمن إيمان بيسوع المسيح، يعني تبقى مسيحية. مصر مسيحية، أشور مسيحية، إسرائيل مسيحية. إمتى؟ النهاردة بكرة، لكن أيام جاية وتحمل أخبار مثيرة جدا. هنكون هنا على الأرض الله أعلم، هيكون الرب خطفنا حسب كلام البعض الله أعلم، هيكون المسيح هيجي ويكمل، لكن بركة كبيرة. أنا فرحان 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 لما بيجي كلام عن النهضة في مصر أو عن النهضة عموما وعمل الروح القدس، تلاقي القلب بيتنطط من جوه. يعني احنا بنغني هناك ونقول مصر للمسيح، مصر للمسيح. هتيجي أشور ونفرح مع بعض، وتيجي إسرائيل ونفرح مع بعض. يا سلام، حاجة ليها معنى وليها لذة كده، ليها لذة. يعبد الأشوريون مع المصريين والمصريون مع الأشوريين ومع الإسرائيليين، وإسرائيل تبقى لمصر. كنت بتكلم مع حد قريب وجات سيرة الهيكل، هل يا ترى إسرائيل هتبني هيكل؟ احتمال، هنفترض. يعني في البعض يقول لك لا يمكن هيتبني هيكل. طب على أساس ايه بتقول لا يمكن؟ ده في حزقيال بيتكلم على هيكل والكتاب بيتكلم على هيكل لسه ما اتبناش. المهم فبيقول ممكن هيتبني الهيكل وإسرائيل تقدم ذبيحة، والله لا يقبل الذبيحة، ويرجعوا للمسيح الحقيقي، المسيح الحقيقي اللي رفضوه، وتبقى إسرائيل للمسيح وساعتها مصر للمسيح، ونقول مصر للمسيح. امين يا ابونا، امين.